الطفل من سن 3 سنين لغاية 6 سنين بيبدأ في مرحلة استكشاف جسمه، بل واستكشاف أجسام الناس التانية كمان، يعني بيبقى عايز يشوف الناس دي زيه ولا إيه نظامها. هل ده ممكن يؤدي إن هو يلمس حاجات أو ممكن إن هو يعمل عادات كمان غير محببة؟ تعالوا أقول لكم في كلمتين على السريع إيه الموضوع ده. من تأثير الإهمال والفراغ الكتير اللي ممكن يكون عند الطفل ومشاهدة التلفزيون، بسيبه عريان لفترة طويلة فبيبدأ إن هو يبص ويستكشف في نفسه. ساعات ممكن يعمل حاجات تخليه يحس بشعور مختلف، فيبدأ إن هو ممكن يختلي بنفسه عادي وهو في السن ده. طيب أنا لو لقيت حاجة زي ديت لازم يكون رد فعلي محدد جدا، أجذب انتباهه لأي مثير تاني. يعني أقوله تعالى الحق بص بسرعة شوف ده، تعالى أنا جبت لك لعبة رهيبة. شتت انتباهه من غير ما الفت نظره ان هو بيعمل حاجه غلط، علشان لو لفت نظره ان هو بيعمل حاجه غلط هيتمادى فيها وهيبقى عنده فضول اكتر ان هو يعرف هي غلط ليه. اقابلكم في كلمتين على السريع ومعلومه جديده.